سنو وايت أو بياض التلج. كان يا مكان في قديم الزمان كان في أميرة بشرتها بيضة بياض التلج، شفايفها حمرا زي الفراولة، وشعرها اسود زي لون السما في ليلة صافية، وكان اسمها بياض التلج. ماتت مامتها وهي لسه صغيرة، وبعد سنة من موت مامتها باباها اتجوز واحدة تانية، بس للأسف الست دي كانت شريرة وحقودة وحسودة ومش بتحب سنو وايت أبدا، وكانت دايما حابسة سنو وايت في المطبخ علشان تروق وتغسل المواعين ومحدش يشوفها أبدا. وكانت مرات باباها اللي هي الملكة الجديدة عندها كبرياء وغرور كتير، وما كانتش بتحب تشوف أي حد أجمل منها، وكان عندها مراية سحرية بتقدر تسألها على أي سؤال وتجاوبها عليه. كانت كل يوم تصحى الصبح وتسأل المراية: مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين هي أجمل واحدة في الدنيا؟ وكانت دايما المراية تجاوبها وتقول لها: مولاتي. طبعا ومن غير شك مفيش أجمل منك، انتي دايما أجمل ست في الدنيا كلها. في نفس الوقت اللي كان فيه يوم ورا يوم بيعدي وسنو وايت بتكبر وتكبر، وكل ما تكبر جمالها يزيد، لحد في يوم من الأيام لما سنو وايت تمت 15 سنة، في الوقت ده بقت أجمل من الملكة. فلما صحيت الملكة في اليوم ده وبتسأل المراية: مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين هي أجمل واحدة في الدنيا؟ فردت المراية: مولاتي، طبعا ومن غير شك مفيش أجمل منك، بس من ساعة ما سنو وايت تمت 15 سنة هي بقت أجمل منك. الملكة لما سمعت الرد ده من المراية بتاعتها اتخضت جدا واتغاظت من بياض التلج. وتاني يوم أول ما صحيت من النوم وهي لسه على السرير الملكي بتاعها، ندهت لواحد من الحراس وقالت له: خد البنت دي في الغابة واقتلها، وما ترجعليش غير وانت جايب قلبها في الصندوق ده عشان أصدق إنك قتلتها بجد، ولما ترجعلي وتنفذ وعدك ليا هكافئك وهرقيك. في اليوم ده الحارس فعلا بدأ ينفذ أوامر الملكة، فأخد سنو وايت الغابة، وكان لسه بيطلع الخنجر من جيبه. أرجوك يا سيادة الحارس، أرجوك سيبني، ما تقتلنيش، مش هتشوفني تاني أبدا، عمري ما هرجع قصر بابايا، أرجوك أنا مش عايزة أموت، انت عارف ان انا ماليش حد في الدنيا وان مرات بابايا مش بتحبني، أوعدك مش هعملك أي مشكلة، وده هيفضل سر بينا. بصي يا سنو وايت، أنا هسيبك، بس ده عشان باباكي خيره عليا، ما شفتش منه أي حاجة وحشة، وأنا عارف إن ملكيش حد، بس إحنا بينا اتفاق، ما ترجعيش المملكة تاني. فصعبت على الحارس وقال في نفسه: هي كده هتموت، دي في الغابة يعني مليانة وحوش وحيوانات مفترسة وأسود وتعابين، أكيد مش هتعيش لبكرة. بس قال برضو يأمن نفسه، فشاف دب صغير بيتمشى في الغابة، فقام قتله وأخد قلبه وحطه في الصندوق وراح بيه للملكة. وفضلت سنو وايت في الغابة لوحدها، بس في الأول ما خبيش عليكم كان عاجبها الموضوع، والعصافير كانت بتلعب معاها واتصاحبت على أرنب، وكان في فراشات والجو كان جميل، لحد ما الجو بدأ يضلم والغابة بقت شكلها مرعب. كل ده وهي لوحدها، وأغصان الشجر قطعت هدومها، وكمان رجليها اتعورت، ما كانتش قادرة تمشي.